ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. النهارده جايه لكم بترند جديد نازل الفتره اللي فاتت، وفي كتير جدا قالوا عنه ان هو طعمه كويس وطعمه حلو وسعره ارتفع من بعد ما كان بسعر معين لبعد الترند بسعر تاني. فاحنا النهارده هنجربه وهنشوف هل هو فعلا يستحق الضجه، هل فعلا طعمه واو ولا هو عادي ولا سعره ايه. نشوف كل حاجه النهارده، والاول مره الحق الترند من اوله. ما تنسوش تشجعوني بلايك وشير وكومنت، ويلا بينا نشوف معانا ايه النهارده. معانا النهارده هو العيش اللي نازل ترند من محمود الفار. ان هو العيش ده في منه نوعين، في اللي هو بمربى الحليب، وفي اللي هو بالشوكليت. في ناس قالت ان الشوكليت طعمها طعم العجوه، في ناس قالت اللي بالمربى الحليب احلى، في ناس حبت اللي بالشوكليت اكتر. فاحنا جبنا النوعين النهارده وهنجربهم الاثنين، وهنشوف كل حاجه من حيث بقى التقطيع ومن حيث كل حاجه بقى. هل فعلا زي ما بيجي في الفيديو كده ولا ده كله شو واعلانات وحركات؟ يلا بينا نشوف الحاجات اللي احنا جايبينها مع بعض ونقيمهم، ويلا بينا. مبدئيا بقى احنا خلينا نبدأ بالايه بقى، نبدأ بالمربى الحليب ولا بالشوكليت؟ خليني أبدأ بمربى الحليب وهنفتحه مع بعض. وده شكله حلو قوي. خلينا بقى نبدأ بمربى الحليب ونشوف بقى تقطيعته، وهل فعلا زي ما بيجي في الفيديوز هو قطني كده. هو جد فعلا فلافي قوي، فلافي جدا. شايفين؟ فعلا ملمسه قطني خالص، شايفين؟ خلونا كده تاني نعمل اهو كده. تمام. يلا بينا بقى نشوف دي الحشوة بتاعته من جوه كده. ده شكله كده من جوه، دي الحشوة بتاعته. يلا بينا ندوقه ونقيم بقى طعمه. هو ملمسه تحفة قوي وريحته جميلة جدا، فيلا بقى نقيم طعمه ونشوف هيبقى عامل ازاي. بقى نسمي بالله وندوق اول واحدة زي ما انا وريتكم كده. هو ده شكله من جوه، وده شكله كده من بره، شكله تحفة وريحته جميلة. يلا نقول بسم الله. واحدة كمان. بسم الله. هي الحشوة اللي جوه مش كتير قوي، مسكرة، بس مش حاساه يعني مش كتير. يعني فاهمين لما تبقوا عاملين ساندوتش فينو بس مش حاطين فيه حاجات كتير؟ هو نفس النظام، بس عاطلها يعني حتة تسكيرة كده حلوة. بس الحشوة مش كتير، يعني ممكن نجيبه احنا بقى ايه، نحط فيه حشوات احنا ونزود من عندنا حشوات دي. بس في المجمل كطعم حلو وتجربة حلوة. وهل هجيبه تاني؟ فهو حلو، انا بحب المعجنات جدا وفلافي قوي وريحته حلوة، انا بحب ريحة المعجنات. هو طعمه تحفة بجد. طب ماشي، يلا خلينا بقى نجرب ايه اللي هو بالشوكليت ونشوف طعمه هيبقى عامل ازاي، والحشوة اللي فيها تكون كتيرة ولا يعني هتبقى نفس النظام. يلا بينا. خلونا بقى نفتح التاني ونشوف اللي بالشوكليت عامل ازاي. هو شكله مختلف، اللي جوه عامل شبه كور كده. ده شكله من جوه، شايفين؟ ده شكله مختلف عن التاني، مختلف عن اللي بالمربى الحليب. ده شكل اللي بالمربى الحليب، وده اللي بالشوكليت. ده طويل كده وده مدور. يلا بينا نشوف بقى، بسم الله. واو بجد، شكله من جوه خرافة، يعني بجد. واو بجد، شايفين؟ واو بجد يعني تحفة تحفة، قطني كده خالص. شايفين بقى؟ تعالوا نجرب التست. واو شايفين قد ايه هو فلافي؟ قد ايه فلافي جدا.
بجد حلو قوي. يلا بينا نشوف هو كده ده من جوه، كل كورة بكورتها كده، كل كورة بكورتها كده. قد ايه هو فلافي قوي. يلا بينا بقى ندوق ونقيم الطعم ونقيم هما يعني طعمهم عاملين ازاي. بس هو الريحة لحد دلوقتي والشكل كله واو. خلونا نشوف بقى الطعم هو اللي هيقيم معانا كل ده. ده بقى اللي هو اللي بالشوكولات زي ما عرفتكم، هو بيجي كده برضو ستة، يعني ده أربعة اللي هما اللي بالمربى الحليب بيبقى أربعة طوال، وده بيبقى ستة مدورين كده. ده شكلهم، بس ده نفس الشكل. فيلا نشوف بقى الحشوة من جوه تبقى عاملة ازاي. دي شكل الحشوة من جوه. مش عارفة، أنا حاسة لونها خفيف كده. مش عارفة. بالنسبة للحشوة حاسة ان هي كويسة، كويسة موجودة في كل الطبقات اهي. يعني قطعتها من كذا اتجاه موجودة. بسم الله، بسم الله. هي فعلا مش الشوكولاتة، حاسة ان هي تمر. بس طعمه عجبني عن مربى الحليب كحشوة، مش ك مش كعجينة او كحاجة يعني مش العجينة ذات نفسها او او العيش ذات نفسه، لا الحشوة ذات نفسها هنا مديها طعم اكتر للعيش. لكن في المربى الحليب الحشوة صغيرة شوية او قليلة جدا، حاجة لا تذكر، يعني عاطية تسكيرة بسيطة خالص. لكن دي تحس انك فعلا بتاكلي حاجة محشية فيها سنة. يعني انا حاسة فيها بالشوكليت بس مش قوي، حاسة ان هو بلح على الشوكليت، ان هو ميكس بلح او التمر على الشوكليت وحشوها. يعني عاطي برضو طعم كويس وطعم حلو. بسم الله، خلينا نجرب دي كمان. العيش فلافي قوي، قطني بطريقة جميلة. بيدوب في البق كده، بيدوب في البق كأنك بتاكلي اللي هو كاندي كاتون ده. تحسي ان انت بتاكلي حاجة كده حلوة قوي، ناعمة جدا. لا بالنسبة لوصفة العيش ذات نفسه او الخبز ذات نفسه تحفة قوي. يعني يا ريت يدونا الوصفة بصراحة، يعني قولوا لنا الوصفة بتاعت العيش ده عاملة ازاي، حاطين ايه، خميرة ايه، محسن ايه حاطينه. العيش طالع بالشكل الروعة ده. بجد حلو قوي. لو هو حتى كمان من غير حشوات هيكون تحفة. يعني انا بحب المعجنات جدا، بحب المخبوزات جدا، وبجد طعمه حلو وفكرته حلوة. هو عندنا هنا الكيس منه ايا كان هو واحد فيهم بيتباع بحوالي 40، من 40 ل 42 الكيس. اقل من ثمن التوست شوية. I think ان هو اقل من ثمن التوست. بالنسبة في ناس كانوا قايلين ان هو بيتباع ب 36، ولما حصلت البروباجندا عليه غلي وبقى بالشكل ده. فانا مش عارفة، بس هما يعني لو نزلوه 36 زي ما كانوا بيعملوا الاول بيبيعوه الاول هيكون بيرفكت. وده نداء، نزلوه تاني 36. لكن كمجمل هو تحفة جدا ولازم تجربوه، تجربة حلوة وهتعجبكم. اللي بيحب المعجنات هيحبها جدا جدا. والعيش ده بجد تحفة تحفة، حتى لو هو لوحده من غير حشوات فهو بجد تحفة جدا. ده كان فيديو النهارده، اتمنى ان هو يكون عجبكم. اتمنى تشتركوا في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. كانت معاكم منى الشناوي، ودي قناتي. مع السلامه، باي.